سلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. هنعمل وصفة حلوة قوي. هنعمل كيكة الويفر، وهي حاجة كده ميكس ما بين الكيك والبسكوت، بس هي ألذ من الكيك واطعم من البسكوت كمان. الوصفة هتعمليها وما تخافيش تبوظ منك، لان نجاحها مضمون. انت بس امشي معايا على الخطوات بالتفصيل. شايفين الطبقات وجمالها؟ يلا بينا، اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف الطريقة مع بعض بالتفصيل. في دورق الخلاط أنا هنزل ب3 بيضات، وهنزل عليهم كمان ب2 كيس من الفانيليا علشان زفرت البيض طبعا، وعليهم كوباية مليانة من السكر، بس أنا عايزاها مش مسكرة قوي، فعلشان كده بنقص الكوباية شوية. بعد كده هنزل ب3/4 كوباية من الزيت، وياريت الزيت يكون نوعية نظيفة. مش هنقول المقادير بالميزان، لكن هنوحد الكوباية بتاعتنا في كل المقادير، وهناخد المقادير دي ونشغل عليها الخلاط. وادي الخليط بتاعنا بقى جاهز. طبعا ممكن تستعملي المضرب السلك اليدوي عادي جدا، الوصفة سهلة وبسيطة، بس انا بستعمل الخلاط علشان ننجز. هصب الخليط كله في البولة، وكمان هاخد البواقي الموجودة لسه في الخلاط. بعد كده هضيف 2 كبار كبار مليانين من النشا. نيجي بقى لإضافة الدقيق بتاعنا. انا استعملت دقيق لجميع الاغراض، ودقيق عادي على فكرة، مش من النوع الغالي. نزلت ب4 كوبايات ممسوحين من الدقيق، وهنزل عليهم بكيس من البيكنج باودر او كيك شيف، وما ننساش رشة الملح الصغيرة بتاعتنا. ونقلب بقى المكونات بتاعتنا دي كلها، ونشوف بقى يا ترى العجينة هتظبط معانا كده ولا لسه هنضيف دقيق كمان. هنلاقي ان العجينة بتاعتنا سايبة شوية، يبقى احنا كده محتاجين نضيف دقيق. الكوباية ال5 من الدقيق انا هضيفها بالتدريج لحد ما احصل على قوام مناسب. انا عايزة عجينة طرية ولينة اقدر افردها بسهولة. انا ما اخدتش الكوباية ال5 كلها، انا اخدت حوالي 3/4 الكوباية فقط، لحد العجينة ما ظبطت وبقت ممتازة. وعلى الميزان قسمت العجين لنصفين متساويين. اخدت نص العجين واضفت له 2 كبار مليانين من الكاكاو، واستعملت الكاكاو الاسباني، وكل معلقة من الكاكاو اضفت لها معلقة كبيرة مليانة من الزيت، وهنقلب الكل مع بعضه علشان نحصل على العجينة دي. تمام، حلو قوي كده. وعارفين بقى الكيس اللي بنحط فيه الكحك والبسكوت؟ انا جبت كيس وقسمته نصين متساويين علشان يسهل عليا عملية الفرد. بنقطتين من الزيت وهدهنه بالفرشة بالشكل ده. وادي العجين بتاعنا هنفرده بالنشابة. الفرد سهل جدا على فكرة. عايزين نحصل على مربع او مستطيل، وظبطيها من الجوانب بالسكرابر بالشكل ده. العجينة طرية وسلسة جدا، وهتتشكل معاكي زي ما انت عايزاها، وهتظبط معاكي بمنتهى السهولة. وكده يبقى فردنا النص الاول من العجين. تمام كده. هنفرد بقى النص التاني. هندهن الكيس بتاعنا بنقطتين من الزيت، ونفرد العجينة بتاعتنا، وعلى قد ما تقدري خليهم تقريبا نفس المقاس، وما تقلقيش لو واحدة اكبر من التانية، عادي جدا. هو احنا يعني حد بيراقبنا؟ براحتك يا ست الكل. السكرابر بقى هنظبط الجوانب. بعد كده هاخد طرف العجين واطبقه على الناحية التانية بالشكل ده. انا بحط ايدي تحت الكيس واشيل العجين بمنتهى السهولة، ونرجع من تاني نفرد العجين بتاعنا بالنشابة. وادي التطبيقة التانية، بطبق نصين العجين على بعض بالشكل ده، وارجع من تاني افرد العجين واظبط شكله معايا. وبعد كده اخد طرف العجين واتنيه على الطرف التاني، وبكده يبقى ادي التطبيقة رقم 3، وارجع افرده من تاني. تمام كده، وهتنيه للمرة الرابعة، يبقى انا كده عملت 4 تطبيقات على بعض. تمام، تنيته 4 مرات. ايوه، دي اخر مرة. 4 مرات تنيتهم بالشكل ده. ودي الصينية اللي هستعملها، دي الصينية المتوسطة في طقم صواني الألمونيوم. الطقم بيكون 3 صواني، انا استعملت الصينية المتوسطة، وبالفرشة دهنت الصينية بتاعتي بالزيت. وبعد كده اشتلت العجين بالكيس علشان احطه بسهولة في الصينية. اظبط العجين بتاعي في قلب الصينية بالشكل ده، وهدخل الصينية على فرن سخن على درجة حرارة 180. تاخد معاكي في الفرن من 20 ل 30 دقيقة، ومدة التسوية بتختلف من فرن للتاني. وسيحت قالب من الشوكولاتة وزنه 200 جرام، وعليه 2 معلقة من الزيت. انا مسيحة الشوكولاتة على حمام مائي، وما اخدتوش كله، اتبقى حوالي 50 جرام. بنزل بالشوكولاتة السايحة على الكيكة وهي سخنة، لان لو الكيكة باردة معانا الشوكولاتة هتجمد معانا ومش هنعرف نقطعها بعد كده وهتتكسر مننا. وسيحت كمان مكعبين من الشوكولاتة البيضة، واضفت لهم معلقة صغيرة من الزيت.
الشوكولاتة بسيحها على حمام مائي، حطيتها في كيس حلواني وعملت فيه فتحة صغيرة وعملت خطوط بالعرض بالشكل ده، وبخلة بقى عملت خطوط رايحة جاية بالشكل ده علشان تدينا الشكل الحلو ده. نقطع الكيكة بتاعتنا وهي لسه سخنة علشان الشوكولاتة سايحة، لو سيبناها لما تبرد الشوكولاتة هتجمد معانا ونيجي نقطعها بالسكينة الشوكولاتة هتتكسر وتتفرفت مننا. دخلتها التلاجة علشان تبرد تماما وتتماسك. ده شكلها بعد ما طلعت. لازم نعيد على التقطيع بتاعنا علشان الشوكولاتة ما تبقاش ماسكة في بعضها وتتكسر منك وانت بتطلعيها من الصينية. نسيت اقول لكم ان الوصفة دي اصلا جزائرية واسمها كروك الجزائري. عايزة اقول لكم بجد طعمها حلو قوي، وبصراحة دي كانت تاني مرة اعملها. طعمها فعلا ميكس ما بين الكيك والبسكوت. الصينية بترمي كمية كبيرة معاكي ما شاء الله. فظيها في علبة في التلاجة. وما تنسوش لايك للفيديو وتعليق حلو زيكم.